حقك، ولكن ما بعرف ايش بدي لك، يعني احنا بحاله عصبيه ومتوترين جدا، بس والله العظيم البنات تبعين الجسر اقسم بالله يا اخي عم يشلحون عاريات وعم يخلوهم يخدموا على ضباط الامن وضباط الجيش في معمل السكر. والله العظيم يا اخي اقسم بالله العظيم عم يشلحونا بناتنا وعم يخلوهم يطبخوا لهم ويضيفوهم الشاي والقهوه. يا رجل ما بعد نعرف مين بدنا نناشد، بدنا نناشد الامم المتحده ولا بدنا نناشد لجنه حقوق الانسان ولا منظمه، ما بعرف. يعني عفوا، نقطة النساء العاريات هذه لم افهمها، كيف يعني؟ نساء من المدينه. نعم. قابضين عليهم، هن ناشدوا بالاول بانه ما في عندنا مشكله، خلي الناس ترجع على المدينه. وقت اللي رجعت الناس على المدينه قبضوا عليهم من مداخل المدينه واعتقلوهم وحطوهم في الخان تبع الدواب، خان بيت نصري معروف، خان بيت نصري. نعم. خان الدواب هو. فكان في موجود 4 ضباط قاعدين في الساحه في البهو تبع الخان، حاطين طاوله وقاعدين، وفي نساء عاريات عمال بيخدموا عليهم، عمال بيغتصبوهم وبيسلحوهم عاريات، وعمال بيخدموا على الضباط الموجودين. ضباط برتب ملازم اول، وواحد نقيب، وواحد ثاني ملازم اول، وواحد والله اعلم يمكن اعتقد انه مقدم. شكرا جزيلا لك.